طيب نلبس الدبله علشان زوجة المستقبل ما تزعلش. البسها ازاي دي والله؟ ايوه ايوه بس كده اهي. ايه الاخبار يا ناس؟ حلو عاملين ايه؟ وانا بيكم فيديو النهارده. ايه ده يا بيستي؟ ايه حوار الدباديب والحاجات والبتاع ده؟ هقول لك دلوقتي. النهارده زي ما انت شايف في العنوان في حكاوي الجمعه. يوم السبت انا عارف، بس حكاوي الجمعه مالكش دعوه. مبدئيا كده قبل ما نخش نتكلم على اللي هيحصل النهارده والحلقه بتاعت النهارده هنتكلم فيها عن ايه، يا ريت ما حدش يقول لي يا بيستي اعمل حكاوي الجمعه دي تاني. اكتر جمله ممكن تضايقني كيوتيوبر انا شخصيا هي جمله يا بيستي رجع حكاوي الجمعه. يا جماعه انا المفروض انا اعمل ايدي كده، اعمل لكم ازاي؟ اعمل ايدي زي اللي على الشاشه دي كده. المهم يا جماعه المفروض ان حكاوي الجمعه دي قصص حصلت لي انا، وانا القصص بتاعتي اللي ممكن تعجبكم خلاص خلصت. فلو حصل لي حاجه ممكن احكيها لك، هخبيها عليك ليه؟ بس طول ما مفيش حاجه بلاش الكومنت ده، كومنت بسيط جدا والله العظيم. فما تقوليش رجع حكاوي الجمعه، لما يكون عندي قصه احكيها لك وما تقوليش اعمل حكاوي المتابعين عشان مش حلوه من الاخر. المهم ايه ده بقى؟ يعني ايه جو القطط اللي انا عامله ده؟ انا هقول لكم دلوقتي يا جماعه القصه الحزينه اللي حصلت لي. البتاع ده مريح قوي والله العظيم. لا اقول لكم على حاجه، استنى انا هقلق بتاع دي معلش عشان بس ايه القصص بتبقى حلوه وانا بحكيها بايدي وبتاع، فخلونا نلبس الدبله كده. اوكي دلوقتي نحكي. من حوالي اسبوع كده يا جماعه كنت بكلم الولد محمود صبري الطفل الصغير السفروت اللي كبر خلاص على فيسبوك لسبب ما. قررنا انا وهو ندردش شويه الصبح كده. المهم يعني صورت له فيديو غريب جدا عباره عن اني لقيت نحله عمانيه لو انا مش غلطان في الفصيله يعني عندي في البيت. المهم يا جماعه وقتها اللي حصل ان انا صحيت من النوم ودخلت المطبخ وعملت نفسي كوبايه قهوه وطلعت قعدت في اوضه الاستريمنج كل ده وانا بكلم الواد محمود صبري. وبعدين وانا طالع اودي كوبايه القهوه تاني للمطبخ سمعت صوت زن كده غريب اللي هو كده فاهمين. المهم يعني انا ما كنتش فاهم النحله دي ميته ولا صاحيه ولا بتعمل ايه بالظبط، يمكن نايمه، انا ما اعرفش النحله بينام ازاي الصراحه. بس صورت فيديو للواد محمود صبري كان زي التالي. صحيت لقيت في دبور ولا نحله بتشمس عندي. يا استاذه اصحي، دي بتهرش يا عم في بطنها، اصحي. انت ايه بتعمل ايه؟ في ايه؟ جدير بالذكر ان انا سبت النحله دي في حلقه خالص، لان النحله دي مش مؤذيه خالص. يعني بشكل عام النحل مفهوم عنه ان هو بيقرص بقى وخطير وشرير وبتاع، هو مش كده خالص. السبب الوحيد اللي ممكن يخلي نحل يأذيك ان هو حاسس ان انت هتحاول تأذيه او هتحاول تأذي الملكه بتاعته. بس طول ما في نحله مسكينه في حالها موجوده عندك في البيت او موجوده حواليك، هي اخر همها انها تقرصك، لان هي عارفه ان هي لو قرصتك انت هتموت. لا هي اللي هتموت، سوري. اللي مش عارف النحله اصلا لما بتقرصك بتموت ليه، ده بسبب ان هي بتقرصك بعدين بتحاول تهرب، ففي جزء من معدتها بيطلع مع اسمه ايه الشوكه دي. الدبابير مش بتموت لان هي ما عندهاش الموضوع ده، يعني معدتها مش متوصله بالابره بتاعتها. اصلا في دبور في اليابان اقسم بالله هو السبب الاساسي ان انا خايف اروح اليابان. دبور كده قد وشي والله العظيم. ما علينا نتطرق لمواضيع جانبيه ليه. المهم زي ما انا كنت بحاول اقول النحل مش مؤذي نهائيا. اخر هموم النحل حرفيا ان هو يأذي اي حد. اوكي في انواع اللي هي مثلا موجوده في الغابات وفي الاماكن الجبليه وكده ممكن تكون مؤذيه شويه، بس ده مش موجود عندنا هنا في مسقط يعني على ما اظن يعني. المهم النحله المسكينه دي كانت نايمه على الارض، انا سبتها في حالها خالص لغايه ما اتاكد ان هي يا اما هتموت يا اما لو عاشت ممكن افتح لها الشباك تطلع بره. فلقيتها ماتت فرحت سحبتها بالمكنسه ورميتها في الزباله وخلاص كده ايه الله يرحمها ومش مشكله وكل حاجه. فده كان يوم. تعالوا بقى ايه نعمل فاست فورورد نجري كده يومين ثلاثه. قاعد بتكلم مع دنيا خطيبتي كده على الصبح برده وبصبح عليها بقى وبتاع ومش عارف ايه وكده، ورايح ابص على الشباك لان انا بحب الصبح كده اقف في الشمس شويه. المهم وانا بتكلم مع دنيا ورايح اقف عند الشباك ببص تحت رجلي لقيت فيه حشره كمان، والحشره برضه عباره عن نحله، وانا مش فاهم ازاي لقيت نحلتين في البيت في يومين بعيد عن بعض خالص. فساعتها انا صورت الدنيا يا اما فيديو يا اما صوره، انا مش فاكر الصراحه، بس لو في حاجه موجوده يعني او حصلت هتلاقوها موجوده على الشاشه دلوقتي وانا بتكلم. وبعدين قلت لها انا مش فاهم ليه عندي نحل في البيت، ايه اللي ممكن يجيب نحله عندي في البيت. خليني بس افهمكم حاجه بشكل عام. مبدئيا باب بيتي ما بيتفتحش خالص غير لو انا خارج او انا داخل البيت، ومن تحت الباب من عقب الباب في حاجه اصلا تمنع اي حشره انها تخش، ماشي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه شبابيك البيت نفسه عمرها ما بتتفتح. يعني مثلا الستاره اللي ورايا دي من ساعه ما انا عزلت في البيت ده من سنتين تقريبا ولا مره الشباك اللي ورايا اتفتح ولا مره والله. والشبابيك اللي بره خالص بفتحها لما باجي انضف بس ما بتتفتحش يعني في الايام العاديه، فاهمين ليه؟ عشان بيجي تراب وبتاع وانا مش ناقص تراب الصراحه. المهم يعني انا دلوقتي المفروض ان النحله دي ما ينفعش تيجي من الشباك بره ولا ينفع تيجي من باب الشقه. طيب ماشي، امال هي بتيجي منين؟ كان عندي نظريه مؤامره كده الصراحه، انه عشان اشتريت زرعه جديده من كام يوم فكان في نحل في الزرعه فطلع، ما اعرفش ازاي. انا فعلا كنت شاكك في الزرعه جدا لدرجه ان انا كان ناقص ان انا اوجه عليها كشاف مثلا واعمل لها تحقيق، اللي هو رد عليا النحل ده جاي منين، وهي تقول لي والله ما عارفه يا استاذ والكلام ده، فاهمين؟ المهم بصيت على الزرعه عامه بشكل عام وقعدت اركز معاها وبتاع، ما فيش اي حاجه، ما فيش حشرات فيها اصلا، هي زرعه كبيره فانا كنت شاكك فيها فعادي. بس ما علينا، النحله دي كانت ميته اصلا ما كانتش بتتحرك خالص بقى، اللي هي اللي لقيتها عند الشباك، فانا برده خدتها حطيتها في الزباله وخلاص كده اليوم خلص على كده. مش اليوم خلص على كده قصدي يعني خلاص ما بقاش في نحل تاني، ماشي؟ تعالوا بقى نجري اسبوع كامل، اسبوع كامل، وبالاخص يوم 11 اغسطس، تمام؟
يوم 11 اغسطس ده يا جماعه هو اليوم اللي انا كنت بعمل فيه المافنز اللي طلعت في الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يروح يشوفه. المهم يومها انا قضيت يوم كامل في المطبخ، لاني طبعا كنت بصور وبعمل المافنز وبتاع، فقضيت يوم كامل، لا مش يوم كامل، الليل كله في المطبخ. يعني انا يمكن قضيت مثلا ساعتين في المطبخ مش بطلع منه خالص ماشي. وفي الساعتين دول ما حصلش اي حاجه غريبه، حتى هتلاقوا في كومنتات كتيره من الناس بتقول انا بدور في الفيديو عن النحل اللي هو الفيديو اللي فات، هتلاقوا ناس كتيره بتقول اللي بيدور على النحل في الباك جراوند يبص معايا ومش عارف ايه وحاجات كده. لا هو حضرتك النحل ما كانش موجود ساعتها خالص. بعد ما خلصت بقى تصوير وبعد ما خلصت المافنز بحوالي مثلا 6 ساعات، مثلا 6 ساعات ولا اكتر بكتير، لا اكتر بكتير، يمكن حوالي 8 ساعات انا صورت الفيديو ده، ودخلت خدت لي ناب صغيره، وبعد ما خدت الناب دي وارتحت شويه وبتاع خدت الفيديو عشان منتجه. بعد ما خلصت مونتاج في الفيديو عملت له الثامنيل وعملت له ابلود. حلو. الساعه كانت حوالي 4:30، لا الساعة كانت 5:30 الفجر بتوقيتي، والشيطان كان بيوزني ان انا اعمل لكم ستريم رعب ماشي. برضه اللي مش متابع قناه الاستريمات موجوده تحت في الوصف، الاستريمات الرعب بتبقى جامده جدا. انا بعد ما عملت سكادجول للستريم، يعني جدولته والناس بقت فاهمه ان الستريم هيبدا الساعه 6 الصبح بالليل بتوقيتي بالظبط، يعني 4 الفجر بتوقيت مصر، دخلت المطبخ عشان اعمل كوبايه قهوه. فدخلت شغلت الكوفي ماشين وبدات اعمل القهوه بتاعتي وبتاع، وانا قاعد بعمل القهوه سامع صوت غريب جدا. الصوت عباره عن كده والله العظيم. بس عارف عزيزي المتابع لما يكون عندك جهاز كهرباء او مثلا لمبه بتزن، هو الصوت كان قريب لكده شويه، لانه كان صوت عالي جدا جدا جدا. يعني ما حسيتش ان هو صوت زنه حشره، لا حسيت ان هو صوت مثلا زنه ايه مثلا، والله زنة جهاز او حاجه يعني عامه. فانا شكيت في ايه، انا اشتريت ثلاجه جديده، ما اعرفش الحاجات الجديده بتاعتي دي دايما بيجي عليها الشك، يعني الاول الزرعه وبعدين الثلاجه. المهم اشتريت ثلاجه جديده والثلاجه كانت شغاله زي الفل. الاول كان صوتها عالي، لان اول ما بتجيب ثلاجه بيبقى صوتها عالي بعدين بيهدى، هي هديت خالص. بعدين الصوت كان جاي من فوق الثلاجه، فرحت لغايه الثلاجه وبسمع كده، لا الصوت جاي من فوقيها شويه، فعمال بسمع وبمشي مع الصوت، بمشي مع الصوت وببص فوق، ببص هوبا لقيت ان في فوق نحل كتير جدا فوق راسي يا جماعه. لقيت سقف المطبخ كله، انا مش عارف ازاي ما خدتش بالي وانا داخل المطبخ عشان اعمل القهوه، يمكن كنت باصص على الموبايل ولا حاجه، بس والله العظيم ما لا يقل عن 40 نحله يا جماعه، 40 نحله عمالين يخبطوا في السبوتات اللي موجوده في سقف المطبخ وبتاع ماشي. انا مش فاكر هل صورت فيديو لابويا للموقف ده ولا لا، او عندي فيديو او عندي دليل للموضوع ده ولا لا، بس وانا بتكلم دلوقتي قدام الكاميرا لو في اي حاجه انا صورتها هتكون طالعه على الشاشه دلوقتي، لو ما فيش حاجه هتلاقيني كاتب قدامي هنا. المهم انا دلوقتي الستريم المفروض يبدا بعد 3 دقايق وسقف المطبخ كله عباره عن نحل، فانا اعمل ايه؟ مبدئيا لازم اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش خايف من النحل، لان زي ما قلت لكم النحل مش هيقرصك الا لو حاولت تاذيه، وكنت عايش حياتي عادي خالص هو موجود في المطبخ، بس هو كان مزعج جدا بالنسبه لي، وانا ما بحبش يكون عندي في المطبخ حشرات حتى لو الحشره دي نحله. والجدير بالذكر برضه ان المطبخ بتاعي اصلا ما فيهوش حاجه تشد النحل ده لجوه، يعني ما فيش مثلا عسل، ما فيش سكر، ما فيش اي حاجه سويت، ما فيش ورد، ما فيش نباتات، ما فيش اي حاجه. المهم كتبت تويته كده على تويتر عشان اقول للناس يا جماعه ده بيحصل دلوقتي، فانا مش عارف اعمل ايه الصراحه، بس كنت عايز افهم الناس ان هو ايه، لو الاستريم اتاخر احترموا نفسكم شويه، عندي نحل في البيت فاهمين. وبعدين قعدت افكر اعمل ايه مع النحل ده، وجات لي فكره حلوه الصراحه. ده صاعق ناموس انا جبته من اسبوعين تقريبا، ما استخدمتوش ولا مره، جايبه عشان مصر مش عشان عمان، يعني انا في عمان هنا مش بشوف ناموس اصلا، بس انا جايبه عشان مصر عشان انتوا عارفين انا بحاول افتح الشباك وكده، وانا اصلا كنت قالب الدنيا في مصر على صاعق ناموس صغير انا بتكلم في ايه يا جماعه؟ ده صاعق ناموس انا مش عشان مصر ماشي. المهم يا جماعه انا جبت صاعق الناموس ده وقلت ان انا هحاول استخدمه مع النحل. انا مش عايز اقتل النحل، بس برضه في نفس الوقت مش حلو ان يكون عندك 40 نحله في البيت. انا ما عدتهمش اصلا، بس انا متوقع يكونوا 40، يمكن يكونوا كانوا 3 اصلا وانا ببالغ يعني. المهم زي ما انت شايف لما بتخش المطبخ بتاعي بيكون في ستاره، ورا الستاره دي الشباك بيبص على المنور، وبعدين لو مشيت قدام شويه بتخش على الاستورج او اوضه اللاندري. دي اوضه كده موجوده في شقق عمان عشان تحط فيها ادوات مثلا اللي بتصلح بيها البيت، او تحط الغساله، او تحط مثلا بتاعه الغاز، حاجات كده يعني اللي هي انابيب الغاز وكده لو في انابيب غاز. المهم زي ما انت شايف قدامك كده في حاجه برده بتودي على المنور، عباره عن مكان مفتوح كده عشان تهويه وبتاع، بس انا قفلتها بالكامل زي ما انت شفتوا وهتعرفوا ليه بعدين. المهم انا ليه كنت بقول لك المطبخ عامل ازاي، عشان بس افهمك ان انا قافل الشباك ما بفتحوش اصلا، والباب اللي بيودي على الشبكه بتاعه المنور دي انا برده قفلته قبل ما اشغل الصاعق، وبعد ما شغلت الصاعق ده رحت قافل باب المطبخ وسبت الصاعق شغال وطفيت النور وبتاع ماشي. فدلوقتي المطبخ ابوابه كلها مقفوله، ما فيش غير النحل والصاعق ده شغال، ودخلت اعمل الاستريم. حلو، فبدات الاستريم قعدت اهزر مع الناس واقول لهم يا جماعه عندي نحل وها واللي يقول لي بقى يا فيستي ما النحل بيحب العسل، واللي يقول لي يا فيستي ما انت ورده فالنحل بيجي لك، كلام كرنج جدا الصراحه، بس يلا اخواتي الصغيرين فهعديها لكم. المهم في نص الاستريم مش عارف ايه قلت لهم يا جماعه خلينا نروح نشوف النحل عامل ايه وبتاع، ونشوف لو الصاعق جاب حاجه او كده. وبعدين شفت منظر غريب قوي اقسم بالله كانه طالع من فيلم رعب مثلا. كل النحل يا جماعه اللي كان موجود في المطبخ وقع على الارض ميت، انا ما رشيتش حاجه وما ماتش من الصاعق. ها وبصراحه الصاعق كان في نحله واحده انا ما اعرفش هي النحله الغبيه الوحيده اللي دخلت جواه ولا ايه، بس والله العظيم هي نحله واحده اللي دخلته، بس غير كده الصاعق ما دخلهوش اي نحل تاني خالص، النحل كان على الارض ميت. فالمهم قلت للناس في الاستريم والناس قالت موضوع غريب قوي ومش عارف ايه وبتاع، وقعدنا نهزر بقى يا جماعه ده جن، يا جماعه ده اشباح، مش عارف ايه ها ومش عارف ايه وخلاص كده. وانا بخلص الاستريم جت في دماغي فكره غريبه، قلت لنفسي يا ابو البساتيت هو انت ليه ما بصيتش من الشباك بتاع المنور؟ فقفلت الاستريم ورحت نظفت المطبخ، شلت كل النحل ورميته في الزباله وبتاع، ونزلت خدت الزباله لغايه الشارع، وبعد كده طلعت البيت دخلت المطبخ ورحت للشباك وبصيت من الشباك. يا جماعه
اول ما بصيت من الشباك لقيت قدامي خليه نحل كبيره جدا جدا. بدون مبالغه لما بصيت من الشباك المنظر اللي قدامكم ده هو المنظر اللي كان طالع قدامي. انتوا متخيلين ان كل دول كانوا قدام شباك المنور بتاعي؟ فاول حاجه عملتها لما شفت المنظر ده ان انا جبت اللزق وقعدت اقفل حوالين الشباك اللي بيودع المنور اللي قلت لكم عليه. قفلت عليها من كل النواحي، اقسم بالله ما خليتش فيه سرسوبه هوا تخش. فدي اول حاجه انا عملتها. تاني حاجه لقيت العامل عمال بينظف قدام العماره، هما في 2 عمال ماسكين العماره بتاعتنا. المهم انا كنت شايف العامل بيشتغل من شباك الشقه، فنزلت له تحت وقلت له لو سمحت تعالى معايا. قلت له في نحل موجود عندي في المنور وانا شايفه من الشباك بتاع المطبخ ومحتاج ان احنا نخلص منه، مش عايز اقتله. قلت له لا عايزين نشيله من هنا عشان انا مش عايز عندي نحل في البيت. المهم هو اصلا كان باصص لي كأن انا مجنون اساسا، لان نظام التفكير اللي كان في دماغه هو ليه انت الوحيد اللي اشتكى من الموضوع ده؟ مش قصده يعني ان هي مش حاجه تضايق، لا هو قصده ليه ما حدش قبل كده خد باله. المهم خدته كده معايا وطلعته لغايه المطبخ ووريت الشباك وبص منه وفعلا شاف النحل. فاول حاجه جاي يعملها ان هو يفتح الشباك بتاع المنور. قلت له لا 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 بتعمل ايه يا حبيبي؟ قعد يقول لي لا 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 ما في مني خوف ومش عارف ايه وما تخافش ومش هتتقرص وبتاع. انا قلت له انا مش خايف اتقرص بس مش عايزه يخش عندي تاني. قعد يقول لي ما تخافش وبتاع، فقلت له ماشي. راح فتح الشباك. فعشان تفهموا بس انا المنور بتاعي انا في الدور الرابع تقريبا يعتبر بالنسبه للمنور، فلو وقعت من الشباك ده هتموت ما فيهاش كلام والله العظيم. المهم هو طلع راسه بره وبص للنحل شويه وقعد يحلله كده، وبعد كده قال لي بقى معلومات جامده جدا. الراجل قال لي بص يا سيدي النحل ما بيشوفش بالليل، فانا هروح اشيله بالليل. انا مش عارف هو جاب المعلومه دي منين، لان اللي انا عارفه ان النحل بيشوف بالليل عادي، يعني مش عنده نايت فيجن بس بيقدر يشوف بالليل. فهو الراجل كانت وجهه نظره ان النحل مش هيشوفه بالليل، فهو هيعمل له فلانك تقريبا فالنحل مش هياخد باله فهيخلص منه. عامه الراجل قال لي ما تخافش ومش عارف ايه، وانا عمال اقول له والله ما خايف انا بس مش عايز نحل، وهو عمال يقول لي لا ما تخافش ما تخافش ومش عارف ايه، وقال لي انا بالليل هخلصك من النحل ده. فقلت له تمام، فقال لي تمام ومشي. الكلام ده كان الساعه 8 الصبح وانا كنت ساعتها خلاص مش قادر خالص، فدخلت انام. نمت لغايه الساعه 2 الظهر ولا حاجه، وكملت يومي عادي خالص وعمال بقى بشتغل في الفيديوهات وبتاع وكده لغايه مثلا الساعه 9 وربع بالليل. الساعه 9 وربع بقى لقيت لك جرس باب الشقه بتاعتي بيرن، وانا بالنسبه لي عمال افكر مين اللي ممكن يجي دلوقتي. يعني انا اهلي مستحيل يجوا في وقت زي ده لان في حظر، وفي نفس الوقت انا مش طالب اي حاجه من اي حته. رحت يا سيدي ابص من العين السحريه بتاعت الباب لقيت قدامي فيه 2 عمال، العامل اللي انا كنت بتكلم معاه واخوه، وجايين معاهم سبراي بوتل كده او الازازه اللي هي بتاعت الويندكس والحاجات اللي بننضف بيها الازاز دي، مليانه سائل لونه ابيض ريحته طالعه منها اصلا. فانا فتحت الباب فقلت له ايه خير عايز ايه؟ فقال لي انا جيت. فقلت له اهلا وسهلا عايز ايه؟ فقال لي انا جيت عشان يعني اعمل النحل. قلت له تعمله منين يا حبيبي؟ فقال لي اعمله من عندك في بتاع. فقلت له عايز ايه يعني مش فاهم. ففهمني الباشا قال لي انا جاي عشان نفتح الشباك، اطلع بره في المنور، امسك في المواسير، الف حوالين المنور. انت شفت المنور عامل ازاي؟ شفت النحل كان فين؟ الف حوالين المنور، امسك الماسوره بايد وارش بايد واشيل النحل بايد. انا مش فاهم هو عنده اصلا 3 ايدين ولا ايه؟ فقلت له عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ قال لي عايز اطلع بره واعمل كذا كذا. قلت له لا. قال لي يعني ايه لا؟ قلت له لا. قال لي لا لا ما تخافش النحل مش هيجي يقرصك. قلت له اقسم بالله ما خايف من النحل، انا مش فاهم ليه هو فاكرني خايف من النحل. قلت له يا سيدي انا لو خايف من النحل كان زماني بعيط لك، انا مش خايف من النحل، انا ما عنديش مشكله النحل يعيش مش مشكله. قلت له بس انا مش عايز مسؤوليه ان انت تطلع بره والنحل يقرصك وتقع تموت وبعدين يقول انا السبب. فقلت له طلع من الشباك بتاعي مفيش. قعد اقسم بالله حوالي 10 دقايق بيحاول يقنعني ان لو حصل له حاجه مش مشكله يعني هارد لك. ففضلوا مصممين افتح لنا الشباك افتح لنا الشباك، وانا عمال اقول لا لا لغايه ما اقتنعوا ومشيوا وبس كده. قعدت اضحك على الموضوع وقلت لابويا، وابويا قال لي برافو عليك وبتاع وخلاص، ودخلت نمت. صحيت تاني يوم عندي فضول اشوف لو في نحل في المطبخ. دخلت لغايه المطبخ ما لقيتش اي نحل خالص. بعدين جالي فضول ابص الشباك بره فيه ايه اللي هو شباك المنور، وده يا جماعه المنظر اللي انا شفته. معلش الكاميرا مهزوزه شويه بس اتفرجوا بقى. دي خلية النحل بعد ما فضيت المفروض، واللي تحت ده كله لحظة شايفين في هنا اسود كتير وفي هنا شوية صغيرين وفي هنا شوية صغيرين. تحت هنا لحظة اعمل زوم اوت بس معلش. هو فين؟ اهو شايفين كل تحت ده؟ معلش الكاميرا تتهز عشان ماسكها بايدي لبره، بس يعني كل اللي تحت ده كل اللي تحت ده عبارة عن نحل ميت. انا ما اعرفش ازاي ابن الذين قتل النحل كله. انا مش عارف ازاي بجد طلع هو صح وطلع ان النحل ده ممكن يخلص منه. مبدئيا انا زعلان جدا ان هو قتل النحل، ما كانش المفروض يقتله خالص من وجهه نظري المتواضعه. يعني الكوكب ده حرفيا اللي ما يعرفش النحل مهم جدا للكوكب، واحنا مش ناقصين نقتل الشويه دول. انا قعدت اقول له عايزين نجيب حد يشيل النحل ده ويديه لمزارع او حد يستخدمه. هو تقريبا كان في باله لا انا هقتل النحل وبعد كده اخد العسل بتاعه وامشي، ما اعرفش الصراحه. بس عامه اللي حصل ان هو خلصني من النحل فما اقدرش اشتكي بصراحه. وبس دي قصه النحل اللي عندي، ان النحل كان موجود وكان في اكشن كتير وفي نحله غبيه اتقرصت في البتاعه دي ما اعرفش ازاي. وبس كده. انتوا عايزين حكاوي الجمعه، فانا قلت احكي لكم حكاوي جمعه عباره عن حاجه حصلت يوم الجمعه، لان انا بسجل الكلام ده يوم الجمعه فعلا، بس طبعا هنزلها يوم السبت لان على ما منتجها وكده. وبس كان معاكم
ايه كان معاكم ايه؟ انا هعمل اوترو دلوقتي ليه؟ اتمنى انكم استمتعتوا يا جماعه بالفيديو ده معايا. انا عارف ان هي القصه كانت بجنيه شويه، بس قلت اعمل لكم حاجه ممكن تكون مسليه شويه، وهو كان موضوع ممتع يعني الصراحه. يعني كانت مغامرات واكشن كتير جدا يعني، كتير جدا يعني، كتير جدا يعني. عموما بايديا الدبدوبيه اقول لكم شكرا جدا على المشاهده، واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا الدببه. بتعمل لايك ازاي بقى؟ استنوا كده اهو، اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه مش مشتركين، وانا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله سلام سلام سلام. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد. دموع وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي.